يا صباح الدلع، شوية مشتريات بقى من الآخر، فاخر من الآخر. بصوا يا جماعة، الحاجات دي هدايا على حاجات كانت عندي من فترة على مشتريات حديثة، فجمعتهم كده زي الحلوة كده، وقلت احطهم كلهم مع بعض في فيديو واحد، يعني يبقى فيديو دسم كده. حاجات بقى تتبيكر بقى، يعني بصوا حاجات تحفة، خلينا ما نقولش. بس بادي بقى حاجات كده، فيكتوريا سيكريت. بصوا البداية، بصوا هي الحاجات دي يبقى حاجات كذا حاجة مع بعضها. كريم ليل، زي مثلا غسول وجه، على حسب يعني. تمام، ودي البرفيوم ومعاها زي حاجة كده، عشان البرفيوم سمول برفيوم دي بتبقى بناخدها معانا مثلا في الشنطة، بدل ما ناخد حجم كبير يعني. اكون مثلا رايحة في مكان يومين ثلاثة، اكون نازلة مشوار طول النهار مثلا، بدل ما ياخد في شنطتي حاجة كبيرة. بصوا اساسا الطريقة والباكجينج، بصوا حاجة تحفة. طبعا ده تيت بيكر، ده غني عن التعريف. اوكي، ده سبراي، وده برضو غسول وجه، و ده سوري، ده غسول جسم. تمام، ودي بيبقى زي بادي لوشن او كريم. طبعا دي صابونة بقى، يعني عطرها فائق، ما بيروحش للجسم لايام. ده الكلام اللي بيتقال، بس لسه احنا هنجرب. طبعا دي ماركة برضو معروفة جدا، شيري بالسم ده. برضو بصوا ماركة دي ياباني، بتبقى يعني على حسب. طبعا ده شاور جل، تمام، وده سبراي للجسم، وده بادي لوشن. الحاجات دي على فكرة عطرها ثابت، يعني البادي لوشن ده ممكن يعني فاهمين لغاية بقى ما ناخد شاور كمان مرة يعني. ده نفس بالظبط العطر، نفس قصدي الباكجينج، بس آه، بعطر مختلف او بريحة مختلفة يعني. تمام، بتبقى باللافندر بالورد، حاجات دي حاجات برضو طبيعية يعني، فبتدي جمال. بس دي من باسنت بادي. طبعا برضو بيبقى ده بادي لوشن. تمام، هو بيبقى باكجينج كده مع بعض، بيبقى فيه اوفر، فيه يعني في حاجات بتبقى فيها اوفر. طبعا هو ما بقاش ده بادي ميست، ده جاي لي هدية وما بقاله فترة وما فتحتوش. آه، وحتى انا بصوا بصراحة مش عارفة الماركة بتاعته قوي، بس اعرف ان هو حاجة واو يعني. تمام، وده كمان. اوكي، آه دايما بصوا ده بادي لوشن برضو، انا بحب الحاجات دي قوي، بحبها لانها بتفضل مديه الجسم كده ريحه تحفه. بصوا في اللي بيبقى ريحته، وفي اللي طبعا فاهمين زي اللي في الفنادق وحاجات كده. ده حاجه كده للضوافر. تمام، برضو كريم كده بتحطيه على الضوافر بتاعتك، بتقويها يعني بتخليها قوية يعني، عشان احنا بقى بنغسل مواعين وحاجات كده بصراحة برضو. تمام، ده حاجات ده يعني سبراي فور نايت. تمام كده، حاجات دلع يعني يا جماعة. وده برضو من بادي اند، من باسن بادي ارضي. وده بادي لوشن فيه فيتامين اي، كلهم هنا فيهم يعني فيهم فيتامين اي. تمام، وكلهم لليل بس. حاجات كده يعني. تمام، يعني حاجات بجيبها كده، وساعات بقول يعني عملت كده ليه، او هل فعلا هستخدمها، او بحطها عادي بالنهار، مش بيفرق معايا يا جماعة الكلام ده. تمام، ده برصه كريم ليل بس خاص بالايد بس، فاهمين؟ شفتوا التناكة تناكة. آه بصوا الحاجات دي بيبقى عليها عروض، وخصوصا الفترة دي، لان البراند اللي كانت يعني مشيت من مصر، فعملت عروض كتير قوي علشان تخلص نفسها يعني، فاهمين؟ لان خلاص البراند ذاتها مشيت كلها من مصر، مش من مكان واحد. طبعا البراند دي بتبقى، انا مش عايزه اقول اسمها، بس هي بتبقى موجوده في المولات الكبيره. كانت هنا في كارفور اسكندريه، في كارفور القاهره، في في الداون تاون، في اي مول كبير يعني. تمام، اوكي بصوا يا جماعه، ده شامبو دراي يعني، ده شاور جل. تمام، بس هنا في البراند ده شامبو على الناشف،
فاهمين؟ دراير شامبو، علشان خاطر لو احنا دلوقتي مش ناويين ناخد شاور، فبنعمل ايه بقى؟ بناخد بنرجع حباية الشعر، او بنخلي الشعر جميل، يعني زي ما هو يرجع بحيويته بدل ما اغسله. بصوا يا جماعة البتاع ده ده يعني فيه جليتر، تمام؟ في جليتر هو للجسم، وفي جليتر كده بيعمل يعني ظريف جدا يعني، او بيدي لمعة للجسم، فاهمين؟ بس هو عبارة عن صابون يعني، فاهمين؟ في الاول وفي الاخر، بس هي الحاجات التغليف بتاعها والحاجات بتاعتها هي اللي مغلية سعرها، بس الواحد ايه هيجرب يعني. هي كانت طفرة، اوعدكم مش هتحصل تاني. دي ده حاجة يعني ثواني كده عشان بس ابقى متأكدة. دي حاجة للجسم بس بزبدة الشيا، فاهمين؟ بعد الحمام بقى بنحطها كده، ما هو معروف هي بتظبط الجسم، تمام؟ الماركة دي جميلة جدا، وسعرها كان حلو قوي 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 يعني، تمام؟ دي حاجة للقدم، هي مكتوبة للهاند والفوت، بس انا لا، هو للقدم افضل يعني. يعني مش معقول اللي بستخدمه في ايدي هو اللي استخدمه في رجلي يعني. وده ماسك، اوكي. آم، ثواني كده عشان اعرف اهو. الدراي شامبو اهو يا جماعة، ده بقى تحفة، احسن حاجة. بصوا ترشوه وتسيبوه وتدعكوه في شعركم شوية كده، يعني تسيبوه شوية، بعد كده تدعكوه في شعركم. خلاص بقى، اولا بيدي ريحة تحفة للشعر، ثانيا خلاص الشعر بيرجع تاني. انتوا عارفين الشعر بقى لما بيقعد فترة ما يتغسلش وكده، مثلا الدهون بتكتر فيه كده، لا بيرجع تاني بقى حيوي وكده. يعني بترجع تسريحتك مظبوطة تاني، كل حاجة. بس كده.